بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احنا المرة اللي فاتت كنت قلت لكم إن احنا النهاردة هنتكلم عن قصة سيدنا يوسف، والحقيقة أنا بحب جدا أتكلم عن قصة سيدنا يوسف، وكلنا بنحب نتكلم عن قصة سيدنا يوسف. يعني أعتقد كلنا بنحب قصة سيدنا يوسف وبنحب نسمعها، ولكن الحقيقة أنا غيرت رأيي وقررت أتكلم عن سيدنا نوح. قصة سيدنا يوسف كده كده إحنا بنتعرض ليها بشكل كبير في تدريب السكينة، يعني بتاخد محاضرة أو أكتر من محاضرة، ولكن قصة سيدنا نوح إحنا تقريبا ما تعرضناهاش وتقريبا ما بيتمش التعرض ليها. يعني مش مش من القصص اللي تلاقي نفسك بتسمعيها كتير أو بيتم سماعها كتير. فقصة سيدنا نوح من القصص المؤثرة جدا فيما يتعلق بالصبر، وفيما يتعلق بالألم، وفيما يتعلق بالمعية. يعني الألم والابتلاء في القصة دي كبير جدا، الصبر فيها كبير جدا، ومعية الله فيها عظيمة جدا لمن يتدبر ويقعد ويفهم. فخلينا بسم الله الرحمن الرحيم كده، عايزاكم تفتحوا معايا المصحف على سورة نوح. سورة نوح هي في جزء تبارك، يعني في الجزء بتاع تبارك الذي بيده الملك، هي السورة رقم 4 في الجزء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سهلة هي. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، ودي الرسالة بتاعته، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. رد سيدنا نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. لغاية كده تمام؟ احنا أرسلناه بدعوة، هو قال لكم على الدعوة. إيه الصعب بقى في كده؟ لغاية دلوقتي مفيش حاجة صعبة. تعالوا بقى نسمع. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. خدوا في دورهم يعني كمان. واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إيه بقى تاني؟ عايزين إيه تاني؟ انتوا بس استغفروا وما لكوش دعوة. يرسل بقى السماء مدرارا ويمددكم ويجعل لكم. اسلوب الترغيب اللي هو الاسلوب الدعوة بالترغيب. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. عمل كل ده
في الآخر بقى قال ربي إنهم عصوني. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلال. اللي حصل مما خطيئاتهم باللي عملوه أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. سيدنا نوح جاب آخره وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي في الآخر ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. سيدنا نوح ربنا بعثه لقوم. القوم دول كانوا بعد آدم بعد ابن سيدنا آدم اللي هو كان اسمه مشيت، بعد ابن سيدنا آدم. فكان بينه وبين سيدنا نوح مدى طويل، يعني فترة زمنية طويلة. فالناس ما كانش يعني طال عليهم الأمد زي ما بيقولوا، اللي هم ما يعني الدعوة والحاجات دي نسيوها. ف اللي كان الدعوة والحاجات دي نسيوها، فجه سيدنا نوح يرجعهم، لأن هم كان عندهم ناس صالحين اسمهم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. الخمسة دول لما ماتوا قالوا نعمل إيه؟ نعمل لهم أمان، نعمل لهم تماثيل. نعمل لهم تماثيل. فبعد شوية جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل نسيوا ان التماثيل دي اصلا كانت لناس صالحين واحنا عاملينها عشان يعني نكرمهم. نسيوا فبقينا نتمسح ونتلزق وندعي وبعدين بقينا نعبد بقى بعد. فجه سيدنا نوح فبيقول لهم ان دول مش آلهتكم زي ما احنا قرينا، ورب لا تذرن آلهتكم وربنا اللي أنشأكم من الأرض نباتا. وقعد يدعي فيهم. قعد يدعي كام يا ست الكل؟ قعد كده ندعي كام يا حلوين؟ 950 سنة. 950 سنة بيقول نفس الكلام ده. 950 سنة بيقول لهم آمنوا بربنا، مفيش حاجة يعني. بدل ما انتوا قاعدين تعبدوا وتتمسحوا وتتلزقوا ارجعوا لربنا بس. يعني الموضوع أبسط من كده. احنا ليه نتمسح ونتلزق والحاجات دي؟ ما ربنا نعبد اللي خلق. صعبة دي. 950 سنة يا مؤمن يا مؤمنة منك ليها. آمن معاه كام؟ قليل. اللي هم كام؟ حد يحذف رقم كده، حد يديني رقم. أي رقم يعني انتوا تفتكروا 950 سنة؟ 9. كل 100 سنة بيعمل واحد، بيأمن واحد. 20 50 مثلا يعني كده. 50. مين يزود أو مين ينقص يعني؟ معايا 13 مش عارفة ليه. برافو برافو، شاطرة يا تمام. أقل الروايات اختلفت بين كذا رواية. أقل رواية اللي هي 8 بتقول عليها 13. 13 في ال 950 سنة. حد كده يطلع الموبايل بتاعه يحسب 950 سنة على 13 فيها كام؟ تقريبا 100 يعني أقل حاجة و90، 97 98 حاجة كده. 73 يعني سنة يعني. كتر خير. كام؟ 73 سنة. 73 سنة.
تمام. يعني هو كل 73 سنة بيأمن واحد. يعني هو بيقعد 73 سنة ينحر في قلبه عشان واحد. انتوا مستوعبين؟ يعني هو في بداية الدعوة 73 سنة أمن واحد، مستنيين عليهم بقى 75 سنة اتنين، 9 كده، يعني فاهمين؟ عشان واحد. تمام. طيب ده في أقل الأقاويل. طيب فأكثر الأقاويل، يعني اللي يعني جابوا أعلى حاجة قالوا 70. حد بقى يقسم 950 على 70؟ 13 ونص. كل 13 سنة بيأمن واحد. يعني تخيلوا كده، أنا لو في شغلي ده كل 13 سنة بيجي لي عميل، هسيبها. هسيبها. هقول أنا مالكيش فيها، دي يا بنتي مش بتاعتك. الشغلة اقتنعي إن الشغلانة دي مش شغلانتك، وإن الناس دي مش ما يخصكيش. روحي شوفي ناس تانية. كل 13 سنة تيجي حد ربنا يفتح عليه. كل 13 سنة حد يقول إن هو عمل حاجة كويسة. مستوعبين؟ طيب افتحوا لي بقى سورة هود. سورة هود يا ولاد هتلاقوها في الجزء ال 11. هي بداية الجزء ال 12. يعني بصوا على الجزء ال 12 هتلاقوا سورة هود. افتحوا لي آية 25. خلاص كله تمام؟ كله فتح؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افترته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لو في لغاية هنا وهنكمل كمان شوية. خلاص كده لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص كده خلصت.
محدش تاني هيآمن من الناس دي. زي ما في السورة، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. خلاص بقى دول لو فضلوا اللي أسلموا هيكفروا من تحت راسهم، لأن هتبقى فتنة، ما هو بيفتنوهم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فخلاص كده. طيب إحنا مش جايين، يعني أنا مش جاية أحكي لكم قصص الأنبياء، إحنا جايين نتكلم في المعية. فإيه المعية الخاصة بسيدنا نوح عليه السلام؟ ده سؤال. لا لا لا، يعني النت فصل. الصبر على قوم وبناء السفينة. بتقولوا إيه؟ بقول منيب الصبر ايه على لا. قوم وبناء السفينة، إن ربنا هي سبحانه وتعالى كان معاه، وإن هو بيبني السفينة وكان معاه هو الصابر اللي هو أنا لو سنة مش هصبر عليهم. أوكي. فيعني سبحانه. الله. حلو. حلو يا منى. إيه تاني؟ ده برضو هو الصبر في الأساس، إن هو قدر يصبر. أصلا الفكرة نفسها يعني معجزة، إن البني آدم يصبر كل الصبر ده. وهو عنده يقين. يعني هو صابر، وربنا مديله اليقين والهدوء إن أنت كمل مشوارك. وفي حلو. نفس الوقت ربنا لما هو يعني قال له ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ساعتها بقى ربنا يعني قال له طيب يعني اعمل بقى، اعمل الفلك. مم. فأنا شايفة إن هي دي أكتر حاجتين. هو طبعا هو يعني في حالة استهلال أنا هعملها ليه، بس هو عارف، أو يعني ربنا موحي إليه إن أنا عندي قدرة خارقة. أنت اعمل اللي بقولك عليه وسيبها عليا أنا بقى. فأعتقد إن مم. هما دول أكتر حاجة، يعني أكتر حاجتين. الصبر ده أساسي، لأن ده الصبر ده قعد معاه 1000 سنة يعني. يعني ده كتير قوي. 950 سنة ده خلاص، انت يعني انت فاضل لك تكة وتطلع بره. 1000 سنة خلاص. ف حلو. فهي الصبر بالأساس. أوكي. إيه تاني؟ مين عايز يقول حاجة تاني؟ ايوه حبيبتي معاكي. اتفضلي جدا. قافلة الكاميرا ليه؟ آه، عشان غيرت مكاني، بس في ناس رايحة ماشي، ولا وجاية. يهمك. ولا يهمك. ماشي يا ولا حبيبتي. يهمك. انا شايفة برضو ان ربنا سبحانه وتعالى لما هو يعني نجاه من الغرق هو الذين امنوا. ده كان معية ربنا انه انقذه برحمة، وكمان في آية كانت بتقول اهبط بسلام منا وبركات عليك. يعني مش بس نجاه، لا ده كمان خرج بسلام وبركة من ربنا. حلو. يعني بس انا شايفة النقطة ديت يعني. حلو. إيه تاني؟ حلو جدا على فكرة يا جماعة. أنا كده يعني مش هتكلم كتير. أقول. أعتقد والله أعلم إن من ضمن الحاجات اللي ربنا ثبته بيها، إن يعني كل فترة كان بيؤمن حتى واحد. يعني احنا يعني انت مش قعدت 950 وانت ما فيش يعني هم عددهم ما ينفعش اصلا ينعدوا. يعني هو عدد ضعيف جدا، الا ان كان في حد بيؤمن. يعني عارفه انت كده لما تيجي تقولي ايه انا هيأس، فتلاقي حد بيقولك لا انت قويه. اي نفس الفكره كده، انا حاساها نفس الفكره، ان هو ربنا برضو بيبعت لك حد يؤمن بيك. بيزود من من رغبتك انك تكمل. لعل وعسى يا رب غيره يجي، لعل وعسى غيره يدخل. فانا شايفه دي برضو. حلو. حلو. ممكن والله أعلم، على يعني فكرة أنا مش حاضر يا عارفة. منى، على فكرة تمانية أنا ساعات فكرتيني. يعني كان في كذا مرة في رحلتي في شغلي، يعني ببقى هاخد القرار إن أنا مش هشتغل تاني، وسبحان الله بلاقي حد يقوم باعت لي رسالة: يا والله لولا الكلمة اللي أنت قلتها لي في مش عارفة إيه في إيه كان حصل إيه. يعني فكرتيني بحاجة زي كده. قولي يا منى. أنا بقول والله أعلم يا أسماء، إنه
من اجزاء برضو المعية بتاعت ربنا لسيدنا نوح، ان هو وهو بيبني السفينة، مش ان الملائكة بيقولوا له يعملها ازاي، لا، انه بعد ما خلصها وبقى ابتدى يفور التنور والمسلمين دخلوا خلاص، بس الحيوانات اللي ربنا جمعها لسيدنا نوح كمكافأة ليه، اللي هو هتعيشهم، يعني اللي هو في طول فترة الطوفان بقى، اللي هو يعني لو جينا بقى بصينا لان كل الحيوانات كل منهم يعني كلهم بيجوا منهم ازواج، فعشان نلم حيوانات الدنيا دي كلها واخده بالك، اللي هو ربنا كان بيجيبهم وبيمشيهم من بدري، من قبل ما يعني ينزل لسيدنا نوح اللي هو اصنع الفلك، اللي هو عارف اللي مم. هو كان بيعد له كل حاجه، بيظبط له ويهيئ له كل حاجه علشان خاطر ايه لما هتبني هيلا بس. حلو أوي، حلو أوي. طيب بصوا يا حبايبي، المعية ممكن في قصة حاجة سيد اسمها اتفضلي يا رب. هو في 3 حاجات اسمهم رندا عايزة. حاجة صفة النفس الطويل، إن إن ما كانت النتايج مش هنبص لها وهنكمل، فحاسة إن إحنا اوكي. أو أنا بتكلم على نفسي إن إحنا النفس الطويل دي يعني مفتقدوها قوي. اوكي. تاني حاجة إن نستعمل مع الناس اللي قدامنا أو نتقابل معاهم كذا طريقة عشان نشوف أنهي طريقة اللي هتجيب معاهم، ما ننشفش راسنا على طريقة واحدة بنتعامل بيها أو بنوصل بيها المعلومة للي قدامنا. حلو. تالت حاجة إن اختباره كان في أقرب حد ليه في ابنه، فإن إحنا نتحط في اختبارات في ناس قريبة منا وعزيزة علينا وناس فعلا نحس إن الدنيا مش هتمشي من غيرهم، بس في الأول والآخر طالما إحنا يعني لربنا أو بنتعامل إن كلنا راجعين ليه أو كلنا ملناش غيره، فالحاجات دي بتهون شوية. يعني حلو. دي يمكن ال3 حاجات اللي سمعوا معايا يعني. حلو أوي 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 أوي. حلو جدا جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله. طب بصوا يا كتاكيتي، معية الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا نوح بتظهر في 3 مراحل: في أول الدعوة، وفي نص الدعوة، وفي آخر الدعوة. يعني في أول الرحلة، وفي نص الرحلة، وفي آخر الرحلة، وده معناه إن المعية كانت موجودة في كل الرحلة. طيب، في أول الرحلة المعية كانت إيه؟ المعية كانت الثبات، زي ما أنتم بتقولوا. المعية كانت في الثبات. يعني إيه؟ سيدنا نوح في أول الدعوة ما أمنش معاه غير حبة قليلين، كان طول الوقت بيتعرض لسخرية زي ما احنا قرينا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وثالث حاجة رفض جماعي، يعني هما مش مثلا في شوية بيأمنوا وشوية في السر، لا، ده حضرتك كلهم كافرين ما عدا واحد، فاهمة؟ اللي هو كل الدنيا كم ما عدا واحد. فهنا معية الله جت مع سيدنا نوح أول حاجة في ثباته المدة دي كلها بنفس المستوى، بنفس الحماس، بنفس العزيمة، مع زي ما رند كانت بتقول مع اختلاف الطرق كمان. يعني بينوع، ما جوش بالطريق، ما جوش بالترغيب، يجوا بالترهيب، ما جوش بالشدة، طب نفكرهم، طب نقول لهم، طب نقول لهم بصوا حواليكوا، طب اعملوا، طب بتنوع الطرق. 950 سنة. فأول حاجة كان ثباته، تاني حاجة عدم انهياره. يعني في ناس ممكن تثبت شوية وتنهار وبعدين ترجع تثبت، لا، سيدنا نوح ما انهارش. عشان كده سيدنا نوح بنقول له العزم. سيدنا نوح ما كانش فيه، يعني احنا لو بنحط نفسنا مكانه احنا هننهار من أول 9 سنين. يعني احنا هنقعد نقول بقالنا 9 سنين بنعمل الحاجة، فاهمة؟ كتير قوي 9 شهور مثلا، يعني كتير قوي بنعمل الحاجة. 950 سنة رقم.
ف... ف... فهو ما انهارش نفسيا. وتالت حاجة زي ما قلنا استمرار الدعوة بنفس القوة. وده يخلينا نبص لحاجة مهمة، إن معية الله مش معناها استجابة الشيء أو تحقق الشيء. معية الله معناها إن ربنا معاك في الطريق، مش معناها إن النتائج بتتحقق. عشان كده كنت حابة قوي نشتغل على قصة سيدنا نوح. سيدنا نوح أكتر حد يقول لك إن العبرة مش بالنتيجة، أو على الأقل مش بالنتيجة اللي أنت شايفها. مش بالنتيجة المعاصرة. ممكن زي ما أنا كنت بحكي لكم، زي ما الإمام أحمد بن حنبل مثلا، أنا لولا ثباته، الإمام البخاري، فهبقى أشير لكم فيديو عن إن الإمام البخاري اتطرد أصلا من قريته ومات في الطريق وهو ماشي يعني الإمام البخاري طردوه. فلولا ثبات الإمام البخاري برضه إحنا ما كناش وصل لنا الحديث. ولولا ثبات الإمام أحمد بن حنبل كنا إحنا لسه هنبقى في فتنة خلق القرآن. دول بقى ما شافوش، يعني ما شافوش اللي إحنا فيه دلوقتي، هم عملوا اللي عليهم في حياتهم. فبناء عليه الثبات أو المعية ملهاش علاقة بالنتيجة، ليها علاقة بلطف ربنا سبحانه وتعالى معاكي في الرحلة. ربنا واقف جنبك في صحتك، ربنا واقف جنبك مع عيالك، ربنا واقف جنبك مع فلوسك، ربنا بيبعت لك حد يعمل لك مش عارفة ايه، مثبتك، مش مخليكي تعملي حاجة مش أحسن حاجة، حفظك، سترك، مش مرتبط بالنتيجة. تمام؟ طيب المحور الثاني المعية وسط الابتلاء. وسطه بقى، يعني خلاص احنا دلوقتي في وسط الابتلاء. تعالوا بقى لسورة هود تاني، آية 37. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هنقف هنا وهنكمل تاني. طيب ربنا أمر سيدنا نوح يبني سفينة فين؟ يبني السفينة فين؟ في الصحراء. احنا هننام ولا ايه؟ في الصحراء. سيدنا نوح ربنا أمره يبني السفينة في الصحراء، لا في مؤشرات لفيضان ولا في جنبنا بحر، في الصحراء. يعني في الصحراء ابني سفينة. ايه ده بقى؟ امال هم بيسخروا منه ليه لما عدوا عليه؟ عشان في طيب الصحراء مفيش أي حاجة. بالظبط. وقتها ما كانش في حاجة اسمها صناعة سفن، أو ما كانش صناعة السفن موجودة. فسيدنا نوح نفسه ما يعرفش، يعني اصنع الفلك أصنعها ازاي؟ ما يعرفش. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الله على الكلمة، الله على الكلمة، الله على التعبير. بأعيننا ووحينا. سيدنا جبريل كان بيعلم سيدنا نوح ازاي يصنع السفينة بأعيننا. يعني هو كان ممكن يقول له واصنع الفلك بوحينا، فهبعت لك الوحي وتصنع الفلك بأعيننا.
عارفين انتوا عارفين لما تقول لي، لما توصي حد على حد ويقول لك ده في عينيا، او لما حد يطلب من حد حاجه فيقول له من عينيا. واخدين بالكم من جمال التعبير؟ دي مش هتتقال غير لحد محب. يعني انت مش هتروحي تقوليها من بتاع، يعني لو بتاع السوبر ماركت، يعني لو بتاع مثلا رايحه تطلبي قهوه وقال لك من عينيا، هتعتبري ان هو يعني بيقل ادب. يعني دي ما بتتقالش غير بين المحبين او بين القريبين. من عينيا دي ما بتتقالش انت في عينيا. طب حد يقول لك انت في عينيا او فلان في عينيا، دي ما بتتقالش غير من المقربين. تصنع الفلك باعيننا، يعني ربنا سبحانه وتعالى شايف ومراقب. ووحينا هيعلمك، سيدنا جبريل هيعلمك تصنع الفلك. طيب، فكلمة بأعيننا بتدي معنى الرعاية، العناية، الحب، الود. ووحينا بتديك التوجيه والأسباب. يعني في حد هيعلمك ويوجهك، والأسباب اهي موجودة. وكل ده بيحصل والبقر بيضحكوا. يعني قاعدين كمان يتريقوا عليه، ولأنه واثق فبيقول إنا نسخر منكم كما تسخرون. هو على فكرة احنا اللي بنضحك دلوقتي، مش انتوا. دلوقتي الضحك على انتوا، احنا اللي بنضحك عليكم. وده يخلينا نبص لحاجة تانية. معية الله سبحانه وتعالى مش معناها ان انت ماشي الناس كلها مصدقاك، والناس كلها مؤمنة بيك، والناس كلها مؤمنة اللي انت بتقوله. مش حاجة اسمها كده. يعني مش معنى ان انت في معية الله عز وجل ان انت الناس كلها هتبقى بتحبك، او الناس كلها هتبقى واقفة جنبك. لا، عادي. وما آمن معه إلا قليل. وانت مش محتاج غير القليل ده. انت مش محتاج أمة لا إله إلا الله تبقى واقفة جنبك يعني. فمعية الله سبحانه وتعالى مش معناها ان انا مش هتعرض لإيذاء، مش هتعرض لسخرية، مش هتعرض لألم، مش هتعرض لوجع. مفيش الكلام ده. معية الله معناها ان ربنا معايا وسط كل ده. انا مش ماشية لوحدي وسط كل ده. انا وسط كل ده ربنا معايا. تعالوا بقى للمرحلة الأخيرة، والمرحلة الأخيرة دي من المراحل اللي بتوجع لي قلبي بصراحة. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. واخد بالك؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مشهد يعني ده لو بيتمثل
المشهد ده لو بيتمثل، لو دراما، يعني سبحان الله سبحان الله رب العالمين، التصوير القرآني أحسن 1000 مرة من التصوير السينمائي. يعني التصوير القرآني يخليكي شايفة، كأن سبحان الله انت شايفة قدامك المشهد. فسبحان الله يا ربي. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، كان في حتة يعني مستخبي، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني برضو عنده أمل، عنده أمل إلا من رحم. يعني برضو بيقول يعني يمكن ربنا يرحمه إلا من رحم. وحال بينهما الموج، يعني سيدنا نوح هنا وابنه بعيد والموج فصل بينهم، فحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. بيستعطف. رد ربنا سبحانه وتعالى كان بالنسبة لي عارفة يعني سبحان الله رب العالمين، رد ربنا سبحانه وتعالى اللغة القرآنية نفسها شديدة. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. رد شديد جدا على مين؟ على سيدنا نوح اللي قعد 950 سنة بيعمل، اللي مراته وابنه ما أمنوش. يعني مراته وابنه، يعني جوه بيته مراته وابنه نفسهم ما أمنوش. وهنا سيدنا نوح رجع، يعني ربنا وعاه فهمه، يعني قال له ما ينفعش تعمل كده، فرجع قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ما هو أنا كل ده طلب إيه؟ طلب مغفرتك ورحمتك، فلو ما غفرتليش وهنا ربنا سبحانه وتعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منك. المحور الثالث في المعية وهي أشد لحظة، وهي لحظة فقدانه، فقدان ابنه، إنه يرفض يركب معاه السفينة ويقول له تعالى، والابن يرفض ويغرق. فالمعية هنا ما كانتش في إنقاذ الابن، المعية كانت في تصحيح المفهوم. مين اللي من أهلك ومين اللي مش من أهلك؟ إحنا ساعات كتير في حياتنا بنفقد بني آدمين، بنخسر بني آدمين، بنخسر علاقات، وبعد سنين تبقى صحيح. زي سورة الكهف، قصة الغلام. فأراد ربك أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لأن يعني من أشد الابتلاءات في الحياة الابن العاق، من أشد الابتلاءات إن الابن يكون عاق. فربنا أراد أن يبدلهما، لا هو ربنا مش هيوقعهم في الابتلاء ده، مش هيوقعهم في ابتلاء الابن الإعاق. ابتلاء فقد الابن أخف، يعني هم يفقدوه هو وهو بيترحموا عليه كده وبيقولوا الله يرحمه مات صغير مش عارفه ايه، ده اخف من ان هو يبقى معاهم ابن عاق يتمنوا يموت كل يوم. فهنا كانت المعية في تصحيح المفاهيم. لا هو مين أهلك؟ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فدي محتاج تعرفها، إن مش كل حد بتحبه هيبقى معاك، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيربطك بالحق مش بالأشخاص. تربط نفسك بالحق، تربط نفسك بربنا. وتاني الابتلاء ده مش بسيط، الابتلاء ده مش بسيط خالص.
ابتلاء فقدان الابن، وابتلاء كمان انك تحدد مين اللي معاك ومين اللي مش معاك. انه ليس من اهلك ولا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. الخطاب القراني شديد للغايه، وده ابتلاء تاني وثالث وعاشر بقى، الله اعلم. يعني هنقعد نعد ابتلاءات كتير قوي. فانت رابط نفسك بمين، ومعلق نفسك بمين، وهدفك ايه من ايه، وصابر ليه اصلا. وسيدنا نوح يصبر ليه 950 سنه، اللي كان فيه هدف اسمى اعلى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. وده من الحاجات اللي بتخليني اقول فعلا لولا ان في جنه ونار محدش هيستحمل حاجه، محدش هيعمل حاجه اصلا. لولا ان في موت، والحمد لله ان في موت. يعني صدقوا او لا تصدقوا، انا من الحاجات اللي بتخليني متفائله في الحياه ان احنا هنموت جدا. يعني من الحاجات اللي فعلا بتخليني متفائله ان احنا هنموت. فكل حاجه حلوه، كل حاجه وحشه احنا بنتعرض لها هتخلص، وكل حاجه حلوه برضه هتخلص، وفي حاجات احلى. ده هيكون مجرد يعني محطه. مم. آه. واللي مضايقنا بيموت. يعني مش احنا بس اللي هنموت. احنا واللي ظلمنا، احنا واللي ضايقنا، احنا واللي جه علينا، كله هيموت. يعني فاهمه مين؟ يعني مين هنا في اللي قاعدين عارف اسم مرات جد جده؟ لا ما اعرفش طب ابو جده؟ طب ابو جدك ده مش بينك وبينه 100 سنه؟ يعني مش بيننا وبينهم 100 سنه اقل. يعني هو ما كانش هو عايش ابو جدي يعني على الاقل في فرق 150 سنه فرق. ليه؟ لان ليه؟ الجد بتاع مثلا نقول مثلا الجد لا 50 ما بتتحسبش. والاب ما دلوقتي بتتحسبش. مثلا 50. ستي وحيدي الله، بس جدك اتولد سنة كام؟ الله اعلم. أبوكي اتولد سنة كام؟ 52. حلو قوي. يعني جدك لو هو متجوز وهو عنده 20 سنة وده يبقى فاته القطر وقتها، يعني مفيش حد بيتجوز وهو عنده 20 سنة، يبقى هو مواليد 32. أبوه جدك مواليد اه 32. اه فأبوه لو هو برضو فعلى الاقل يبقى مش هيبقى فايته على القطر، الاقل فهيبقى 1900. 1911 1912، يعني 1900. مش في 1800 والله، هو في 1900 برضه. احنا بينا وبينهم 100 سنة مثلا. يعني انا وفي ناس يعني انا تيتا الله يرحمها شافت حفيدة حفيدتها، يعني شافت جد 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 جد. شافت حفيدة حفيدتها. تيتا اتجوزت صغيرة، خلفت بنتها اتجوزت صغيرة، خلفت بنتها اتجوزت صغيرة، خلفت بنتها اتجوزت صغيرة، خلفت بنتها. فدي دي وبناء عليه انا جدا، لان دي بنت خالتي. رقم 3 دي بنت خالتي، فبناء عليه انا جدا. يعني هما لو بيقولوا لبنت خالتي يا تيتا، يبقى المفروض لما يشوفوني يقولوا لي ازيك يا تيتا. انا جده والله. يعني فاهمه انت؟ جدي 150 سنه ليه؟ يعني اربعينات وجده، مش موضوع مش صعب. وايه وكبار، يعني عندهم مثلا 20 سنه. يعني انا يعني ممكن يخلفوا، فاهمه يعني؟ فممكن يتجوزوا ويخلفوا. فلا هي ما بتتحسبش كده.
انا ربنا يبارك ويدي الصحة. امين يا رب. انتوا عارفين ان انا الحمد لله رب العالمين واخده الاجازه، واخده الاجازه في القران الكريم. بيني وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كام واحد؟ في ال 1400 سنه كام واحد؟ قولوا رقم. 500 مثلا. اوكي 500. معلش يا اسماء، هو ايه السؤال؟ انا الحمد لله رب العالمين واخده الاجازه في تمام. القران الكريم، عارفين المعلومه دي تمام؟ ايوه فالاجازه دي ايوه. اللي هي السند المتصل بيني وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا اسمي محطوط مع اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ورقه واحده، وهذا هو الشرف الاكبر. مم. فانا اسماء عن احمد بهاء عن محمد الزيات عن لغايه ما نصل الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقى بيني وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كام واحد؟ وانا بتقول 500. ده مثلا بكتير 40 50 واحد، 500 دي حاساها كتير قوي. 40 50، ها مين يزود او اه ينقص؟ محدش عنده اقتراحات تانية؟ لا، صعبة شوية. طيب انا بيني وبين سيدنا النبي صلى الله عليه هم وسلم 32، أقل انا من 100 مش عارف. انا 33. ما شاء الله. بيني وبين بين النبي صلى الله عليه وسلم 32 واحد في ال 1400 سنه. 32 سنه، لان هي مش بتتحسب كده، مش بتتحسب واحد اتولد فالتاني مات فواحد اتولد فالتاني، ما بتتحسبش باعمار الناس اللي عايشه، هي بتتحسب بمعايشتهم لبعض. فانا شيخي موجود وشيخه موجود، وانا لو علمت حد هيبقى موجود، فاحنا هنبقى اربعه في زمن واحد عادي جدا. فاهمه؟ فهي ما بتتحسبش بحد مات حد اتولد حد، بأعمار الناس اللي عايشة، بتتحسب بتبدوا لبعض امتى، قابلوا بعض امتى. طيب فكان من أكثر الابتلاءات اللي أنا في الصورة دي اللي هي ابتلاء ابنه، وفي نفس الوقت كان جواه المعية، إنك تعرف مين اللي معاك. إن أنا أ- أ- يعني ربنا سبحانه وتعالى إنه ما يبقاش معاك غير اللي منك، إنه ليس من أهلك، لا هو اللي من أهلك هو اللي هيبقى منك، وده من كرمه عليك. حتى لو انت عايز حاجه تانية، حتى لو انت نفسك في الشخص ده موت، لا هو ربنا مش هيديك الشخص ده، الشخص ده لو معاك هيقرفك، لا ما يبقاش معاك. الشخص ده قعد معاك 950 سنه وما امنش، فلا. من الحاجات اللي كنت بكلمكم فيها في الثبات، سيدنا نوح ربنا اداله يعني ابن اللي هو ما ركبش، وكان معاه 3 ابناء تانيين امنوا. ال3 ابناء دول هم اللي منهم نسل البشريه بعد الطوفان. نسل البشريه كلها من ال3 ابناء دول. فلولا ثبات سيدنا نوح احنا ما كناش موجودين دلوقتي. سيدنا نوح ثبت، ال- الحياه مشيت بعدها. هو ال3 اللي جم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى، او 3 ابنائه، ال3 بعثوا، يعني ال3 كانوا انبياء ومنهم نسل البشريه بعد كده. طيب المحور الرابع، المعية كمان كانت في لحظة الطوفان. وقيل يا أرض بلعي، لا، حتى إذا جاء أمرنا وهي تجري بهم في موج كالجبال. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيظ الماء. السماء بتمطر
والارض بتطلع ميه من كل حته، والامواج زي الجبال، وكل ده سيدنا نوح واللي معاه في سفينه صغيره. في كل ده الارض كلها بتغرق، وسيدنا نوح واللي معاه في سفينه صغيره. مين اللي يضمن للسفينه دي ما تغرقش؟ طب ايه اللي مطمنهم ان السفينه دي مش هتغرق في كل ده؟ اركب معنا. مين اركب معنا؟ دي ايه؟ معايا. وربنا معاه في كل ده. ربنا معاه. ربنا معاه وهو في السفينة. ربنا معاه والدنيا بتغرق. ربنا معاه والأمواج بتعمل. ربنا معاه والدنيا بتتهد كلها حواليه. ربنا معاه. العالم كله، الأرض كلها غرقت. الأرض، الكرة الأرضية كلها غرقت. مفيش حد نجا منها غير على بتوع السفينة. فالعالم كله بيغرق وسفينة صغيرة بتنجو. سبحان الله. فمعية الله سبحانه وتعالى ما منعتش العاصفة. يعني معية الله ما منعتش ان العاصفة تيجي، وما منعتش ان السماء يمطر، وما منعتش ان الغرق يحصل. لكن سبحان الله معية الله ضمنت لهم النجاة في وسط كل ده. في كل ده ربنا نجاه. في كل ده ربنا نجى المؤمنين. آخر حاجة ده في النهاردة، معية الله في آخر جملة: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم نضطرهم من عذاب أو ثم يمسهم منا عذاب أليم. اهبط بسلام منا وبركات. انتوا واخدين بالكم من النتيجة بقى ايه؟ سلام منا وبركات. دي النتيجة. خد السلام وخد البركة وخد بداية جديدة. هي دي النتيجة. مش النتيجة في مين آمن ومين ما آمنش. إنا أرسل في آية أخرى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. تدورك بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بقى اللي يعمل اللي ما يعملش هنعمل له إيه؟ طيب لو هناخد يعني خلاصة، إن معية الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا نوح تمثلت في الثبات رغم قلة النتائج. وده يخليك ما تربطش نجاحك بالناس، انت تربط نجاحك بالله. او ما تربطش نجاحاتك بنتائج او بانجازات، تربطها بالله سبحانه وتعالى. تاني حاجة، ان معية الله مش هتمنع كلام الناس ومش هتمنع سخريتهم، لكن هتخليك انت اللي ما تتأثرش بيه. طول ما انت عارف ان ربنا معاك، انت اللي ما تتأثرش، انت اللي ما تتضايقش، انت اللي ما تفرقش معاك. ربنا معايا. يتكلم إنا نسخر منكم كما تسخرون. معية الله سبحانه وتعالى هتخليك ما تتعلقش بالأشخاص، انت متعلق بالله سبحانه وتعالى، متعلق بالحق. فلان ما وقفش جنبي، هنعمل له ايه؟ فلان ما عملش، ان شاء الله ما عمل. فلان سوى، ان شاء الله ما سوى. احنا مع ربنا سبحانه وتعالى. فمش هتخليك متعلق بالاسباب، هتخليك متعلق برب الاسباب. تبقى عارف ان الاسباب كده كده هو ربنا اللي بيجيبها، فمش فارق معاك حاجه. يعني اذا السبب اللي انا عايزاه مش موجود، ربنا هيبعت لي سبب تاني يعني. طول ما انا عارف ان ربنا معايا، هبقى عارف ان ربنا هينجيني. ازاي؟ مش بتاعتي. الطريقه ما تخصنيش. امتى؟ ما مش فارقه. حتى وسط العاصفه، ما هي السفينه نجت وسط العاصفه.
حتى من غير اسباب، من غير اي حاجه، حتى والناس بتتريق ما يتريق، حتى والناس كلها ضدي ما عادي. كل الاحوال هو طالما ربنا معاك فمش هيفرق مين بقى اللي معاك ومين اللي ضدك. احنا لو يعني ممكن تكتبوا الكلمه دي، يعني ملخص القصه. سيدنا نوح ما كانش معاه حد تقريبا، لم يكن معه احد، لكنه كان مع الله فكان الله معه. سيدنا نوح لم يكن معه أحد تقريبا، لكنه كان مع الله فكان الله معه. صلى الله وسلم على سيدنا نوح. أنا خلصت اللي أنا عايزة أقوله، تقدروا أنتوا بقى تقولوا مشاركاتكم، وتقدروا تقولوا أنتوا عايزين تقولوا إيه. أنا تمام، قولوا لي إيه بقى يعني. أنا معاكم، سامعاكم. عايزين تقولوا حاجة؟ طيب يا جماعة، أنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. شكرا على المحاضرة الجميلة دي، مع ألف سلامة. شرفتونا شوية دول. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. شوف هنعمل لا، إيه. هو ما ينفعش يتقال حاجة يا أسماء، عارفة اللي هو مفيش بعد العظمة دي. مفيش حاجة تتقال. يعني والله اللي هو كتر خيرك والله يا سمسم يعني. الحمد لله رب العالمين. احنا عايزين نعمل حاجة مع بعض تمام، بعد ربنا كده. احنا يخليكي. المفروض، امين يا رب. المفروض دي حاجة احنا يعني اتأخرنا فيها، بس مش مشكلة يعني. دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة. عايزين بعد كل محاضرة نكتب ايه الحاجات اللي طلعنا بيها من المحاضرة. كل حد يخش يكتب ايه الحاجات اللي طلع بيها من المحاضرة على مدار الأسبوع. دي منها تلخيص ومنها مراجعة ومنها نتناقش فيها. فدي من الحاجات اللي إن شاء الله هنعملها من دلوقتي إلى ما شاء الله. يعني من النهارده الى ما شاء الله هكتب لكم انا كده يا جماعه خرجتوا بايه من المحاضره، وتكتبوا بقى تحتيها التعليقات ومنها برضه حطوها صدقه جاريه عشان اللي ما حضرش يستفيد، وحطوها ان انتوا بتتدارسوا العلم مع بعض وربنا سبحانه وتعالى والملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم. ففي اكتر من ان هي ممكن تحط. قولي يا تمانية معاكي. آه، انا صراحة يمكن بحس بشوية معية كده زي سيدنا نوح. مم. يعني على الرغم من ان مثلا عندي عمر كنت واصلة معاه لمرحلة كويسة جدا، بس قبل ما اوصل للمرحلة دي وانا في عز ما انا في الأزمة نفسها، آه، كنت شايفة الدنيا سودة ومش قادرة استحمله والموضوع صعب جدا، وكنت مستنية نتيجة ان الناس تقف جنبي، الناس تساعدني. ما بعتليش حد او ربنا ما كانش ما فيش حد من اللي انا كنت مستنياهم يساعدوني او هو يخف حصل. مم. بالعكس، انا مفيش غير كان حماتي بتعمل حاجة هي من وجهة نظرها لمصلحتها، هي عايزة تقعد مع حفيدها، مم. بس من ناحيتي انا انت كنتي بتساعديني ان انت بتاخديه، فبقدر انا اهدى واخد جلساتي فاهدى اكتر، فقدرت ان انا آه، يعني استوعبه. فانا مم. شايفه ان دي معيه من الله كبيره جدا، اللي هو انت معيتك ما جاتش من جوزك، ما جاتش من اخواتك، ما جاتش من الناس دي. هي بيحبوكي ومش عارف ايه والكلام اللطيف الظريف ده، لكن هم ما قدروش يقدموا لك اللي انت محتاجاه، ومش عندهم ومش بيحاولوا، هم بيقعدوا بيلعبوا معاه بس وانت موجوده. ف ده كان برضو في مرحله كنت زعلانه فيها جدا مع البيت في المعادي، وكنت في قمه غضبي. ربنا سخر لي بنت خالتي عملت معايا سيشنز كتير جدا، وكانت بنتي وقتها بتروح تقعد عندهم في البيت في المعادي لوحدها، تبات يومين لوحدها، تقعد طول النهار، بابا هو رايح الشغل يوديها وهو راجع بالليل يجيبها. ف... فيمكن هي دي يمكن ظهرت معايا، او يعني
جلنكت معايا في حوار السفينة. السفينة دي هي اللي هتاخدك، بس انت مش هتقدر تعملها لوحدك، انت هتعملها بأعيننا ووحينا. فأنا كان حد معين بيساعدني فيها. أم، افتكر مثلا ان انا الثبات. يمكن انا مش ثابته طول الوقت وبقلق، بس انا جيت في مرحله كان مهم فيها جدا الثبات، وثبت، وده اللي وصلني للوقت اللي انا فيه ده. آه، كان كل اللي حواليا بيقول لي لا ما تكمليش. ماما رافضه السيشنز اللي انا بعملها، وكل شويه تقول لي وبتقولي اخبارك بره والناس بتعرف مش عارف ايه، وطلعتي اسرار البيت والحاجات دي. بابا انتوا بتصرفوا فلوسي يا ولاد الكلب. جوزي يقول لي هاتي الفلوس وانا هفسحك ومش عارف ايه. حماتي تقول لي الحاجات دي واخرتها ايه. آه، كله يعني كل اللي حواليا مصمم ان انا ما تكمليش، اقفي لحد هنا وكفايه عليكي الهلس اللي انت بتعمليه. غير ان انا كنت في سيشنز باخدها وبدفع فيها مبالغ، بس انا كنت ببقى كنت فاكره في الاول ان انا بستريح فيها، لحد ما انتبهت انت مش بتستريحي، انت بس عشان بتتكلمي فبتفرغي طاقه، بس ما عالجتيش حاجه جواكي. كل الحاجات دي كانت بتقول لي ما تكمليش، بس انا كان في حاجه جوايا مثبتاني. كملي، خليكي على نفس المستوى اللي انت فيه ده، كملي طريقك ما تقفيش. ده ثبات. انا كان جزء يعني مش طبعا مش على نفس المنوال، بس الى حد ما انا في الثبات دوت. اي نعم بقع احيانا، ما فيش فلوس مش عارف ايه بتاع، بس انا عندي الحمد لله الثبات ده اللي وصلني للمرحله اللي انا فيها دي. أه أه بنتي، مش قصدي ان هي يعني مش بشبهها بحد من ابناء نوح، لكن عليه السلام، لكن لما بلاقيها هي مش راضيه تجاريني في حاجات، بقول مالكيش دعوه. مالكيش دعوه، مش دورك. انتي قلت لها تعالي وهي ما جاتش، حاولي معاها بس ده اخرك. وفي نفس الوقت في حاجات تانية هي بتيجي بتمشي معايا فيها وتجري معايا. بحس ان احنا زي الولاد سيدنا نوح اللي ركبوا معاه السفينه، هي مكمله، هي واخده الخطة بتاعتي وماشيه عليها، فدي حاجه كويسه. فيمكن في حاجات كتير آه، من قصة سيدنا نوح أنا بحسها في حياتي، بس يعني بمستويات مختلفة وكده، لكن هي نفس الفكرة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يبارك لك يا رب، ويصلح لك حالك ويهديهم لك يا رب، ويهديكي عليهم يا رب. حد عايز يقول حاجة تاني؟ حد عايز يشارك حاجة تاني؟ ايوه طبعا. بس عاوزه اشارك معاكي يا حبيبتي. اتفضلي. معلش لو النت بس بيقطع شويه. اوكي. آه، اولا بشكرك جدا جدا والله، انا بعشق القصص القرآن جدا، والمبادره منك جميله قوي قوي، ما تتصوريش انا فرحانه بيها قد ايه بجد والله. لان انا نفسي كان حد يشجعني وحد يشدني كده ويقول لي يلا. يعني من فتره فعلا نفسي الواحد ان هو يقرأ في قصص القرآن ويحاول احنا طبعا عارفينها، لكن محتاجين تذكير ومحتاجين دخول فيها اكتر زي النهارده كده ما احنا دخلنا فيها اكتر. المهم حسيت بقد ايه عظمة بس ال... قبل ال... ما ثانية واحدة، بس قبل ما قصص تكملي، لو القرآن. انت عايزة ده، انت سامعاني مرام ولا مش كانت سامعاني؟ منزلة. انا سامعاكي، بقولك لو انت عايزة ده، مرام كانت منزلة بلاي ليست كده لقصص الأنبياء، ممكن نسمعها مع بعض، وكل أسبوع مثلا نسمع حاجة ونشارك فيها برضو عادي. فده ممكن نعمله مع بعض، تمام مفيش تمام، مشكلة. مفيش بس مشكلة مفيش مش أنا مشكلة. مش أنا اللي هقود المرة دي يعني. اه بعتي لا، البلاي ان ليست شاء الله. وانتي، هبعت لك البلاي ليست وانتي نزلي كل أسبوع ونسمعها مع بعض، مفيش مشكلة. خلاص تمام ان شاء الله بإذن الله. فبقولك من خلال كلامنا كمان عن قصة سيدنا نوح قد ايه الواحد فعلا والله افتكر يعني اي حاجة دي جواه بيبقى صغير قوي في وسط اللي هم حسوا بيه الانبياء فعلا فعلا. وقد ايه ربنا رحيم جدا جدا والله، وفعلا كل حاجة فعلا محتاجة الاستمرار والصبر. بس الصبر فعلا مش بمعنى اليأس ان انا استسلم للحاجة، لا يعني سيدنا نوح رغم ان هو شاف ابنه بيغرق، وشاف قد ايه المؤمنين كانوا صغيرين والكافرين كانوا كتير، بس وشاف
وشاف ان يعني ربنا سبحانه وتعالى نجاه، لكن كمل بقى مسيرته، وفعلا ربنا كرمه في الاخر وذكره في القرآن، ولغاية دلوقتي ذكره موجود. فده تكريم بجد فوق الوصف والله، يعني شيء عظيم قوي قوي، وليه هبة كبيرة فعلا. فربنا يجزيك خير يا اسماء والله ان انت احييتي حاجة زي كده جوانا، بجد شيء الحمد لله. جميل وبيجدد جوانا حاجة جميلة قوي، وبيخلينا الحمد نصبر قد لله. ايه لو اي ضيق فعلا، اي ابتلاء الواحد بيعدي بيه لا هيعدي، والصبر والاستعانة بالله وماشيين في طريقنا. فلا احساس جميل بصراحة، ربنا يجازيك خير يا سمسم والله. الله يخليك. بس انا فعلا وانا بقرا يعني وانا بحضر المحاضره كنت عماله اسال نفسي، هو سواء انا او كل اللي في المجموعه شاكب راكب كده، لو ابتلاءاتهم كلها اتحطت جنب بعض، ده هيجي ايه في ابتلاءات الانبياء؟ ولا حاجة ولا حاجة طبعا، ولا حاجة طبعا 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 والله فانا طبعا. فعلا دي من الحاجات اللي جت في دماغي قوي، اللي هو يعني ايه يا جماعه، احنا كلنا احنا ايه اللي بنتعرض له عشان نقول ان احنا مبتلين؟ يعني هو طبعا على قدرنا يعني، بس عشان كده اول حاجه جت في دماغي اللي هي ان اشد الناس ابتلاء الانبياء، فعلا اشد الناس ابتلاء الانبياء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعلا هي محتاجه قدر من الايمان والثبات، وربنا سبحانه وتعالى بيثبتهم بيه كبير جدا. يعني ما سمعتيش حد من الانبياء كان بيسال ليه يا رب، او ما فيش حد من الانبياء كان بالظبط. بيقول انا اكيد ربنا غضبان عليا عشان بيحصل لي كده، او ما فيش حد من الانبياء كان بيقول لا وش يعني انا حاسس ان انا مش هقدر اكمل في اللي بيحصل ده، او امتى بقى يا رب الموضوع ده، يعني كل ده ما كانش بيرد ابدا. فسبحان والله الله يا اسماء كمان، والقصة دي كمان يعني بصي بتأكد ليا حاجة جوه من زمان. أنا بحس إن إحنا أدوار لبعض. طبعا. يعني شفتي لما فعلا قال له ابنك ده انسى ان هو من اهلك، وهو عمل غير الصالح، هو عمل غير صالح، مش مثلا عملك، لا ده عمل غير صالح. يعني هو حطه قدام، يعني حطه ك ايه يعني ده كأنه مسلسل كده، وده ليه دور بس في حياتك، لكن انت مالكش عليه اي يد. فعلا والله فعلا ده فعلا مع ابنائنا ومع زوجنا ومع كل دول يا جماعه ادوار. حد عمل فيكي اي حاجه او انت عملتي حاجه باي حاجه، انت ليكي دور. نبص لدورنا ونشوف دورنا ايه. هل انا عليا فعلا؟ لست عليا بمسيطر، انا فعلا مش عليا اسيطر على اللي قدامي، انا عليا ان انا انصح ارشد فقط لا غير. وفعلا دي اللي بنحاول على طول، وخاصه مع الابناء بنحاول ان احنا ايه نفوق منها ان فعلا كل واحد دور في حياة التاني، وربنا ينجينا منها ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا ولاء، مشاركه جميله دي، شكرا شكرا لك. شكرا يا حبيبتي. هي يا بنات حد عايز يقول حاجه تانية ولا نقفل ولا نختم؟ طيب سبحان الله. طيب اخر كلام ما قلتوش، ولا نعمل فوتنج على الجروب؟ اخر كلام السيره، ولا انت اصلا انت ايضا صحابيه؟ انا اخر بالنسبه كلام لي ايه؟ السيره برضو. السيره ماشي. حاولت عرفت اقنعكم، مش خليكم تغيروا رايكم. بصي احنا زي ما ماشي انت. خلاص. هقول لك الحقيقه قول. انا بالنسبه لي حاسه ان انت اصلا صحابيه او انت ايضا صحابيه. كسرته ليه يا عمر؟ الله يسامحك. المهم، ف انا حاسه ان انا هيبقى مطلوب مني بطريقه او باخرى ان انا اعمل حاجات انا حاسه ان انا هبقى عاجزه عنها. يعني طب انا ما اعرف، ده هو احساسي. فاهمه هي كل قصدي؟ حاجه يعني هو مش بندرسها هيطلب مش هيطلب بتطلب مش مننا هيطلب حاجات مني وكل حاجه حاجه معينه، مش هيقول لي بنكتبها. اعملي كذا. بس انت اصلا صحابيه، هيبقى مطلوب مثلا يعني ان انا البس واسع والبس مش عارف ايه وبتاع عشان اتاسى بيهم. انا مش هحس ان انا قادره اعمل كده. مش عارف ان انا اصلي بزياده ايه، ان انا اسبح بزياده ايه، ان انا انا مش حاسه ان انا قادره اعمل كده. فانا طيب بحاول ان هو انا احنا مش اقصر هنشتغل شويه عليه. يمكن اوصل ماشي. للمرحله دي. طيب خلاص، هو انت احنا قصدي مش هنشتغل عليه. بس خليني اقول لك حاجه، في حاجه اسمها الحكم على الشيء فرع من تصوره. يعني انا بتكلم في طريقه التفكير. ما ينفعش تقولي على حاجه انا هعرف اعملها او مش هعرف اعملها، او الكتاب ينفع اعمله او مش هينفع اعمله من تصوري.
انا لازم اكون عارفه انا بتكلم عن ايه. ففكره ان انا اقول اصل انت اصلا صحابيه شكلها كده هيطلب مني، وشكلها هيتكلم عن اللبس، وشكلها هيتكلم عن كذا، فلا انا مش عايزه ده دلوقتي. ده كده حكم آه من غير مبني على اسس يعني. فدي من الحاجات اللي عايزين نبقى ناخد بالنا منها واحنا بنحكم على الاشياء عامه. عشان كده دايما يقول لك لا تحكم على الكتاب من الغلاف. يعني ممكن الغلاف اصلا يكون عجيب بس الكتاب كويس. طيب خلاص. هبقى يعني هحاول الاقي لكم اللي هو العرض اللي كانوا بيقولوا عليه ده اللي هو 8 مش عارفه بكام، وهبعته لكم وبس. نلتقي الاسبوع الجاي اخر اسبوع في معية الله ان شاء الله، اللي هو الاسبوع اللي بنتكلم فيه يعني مش هناخد فيه ماتيريال. هو الاسبوع اللي هو الجلسه بتاعتنا الجروب كوتشنج بتاعنا. وبعدها ان شاء الله هنبتدي مرحله جديده هتبقى بعد بقى السيرك درام باذن الله. آه بس جزاكم الله كل خير. جهزوا اسئلتكم وراجعوا، واللي عايز حاجه نتكلم فيها المره الجايه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. مع السلامه حبايبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا بنات. مع السلامة.